السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو everybody. معاكم ان شاء الله مستر رمضان مهران. والنهارده يا جماعة هنتكلم شوية في الفونكس، وهنتكلم على التي والاتش وبعض الحروف المركبة التانية. التي والاتش دي يا جماعة ليها نطقين، احيانا تنطق ث واحيانا تنطق زال. طبعا لما بتنطق ث الرمز بتاعها ده، وزال ده الرمز بتاعها. يبقى ملهاش قاعدة ثابتة، دي سماعي حسب سماعك للكلمة. زي هنا ببعض الكلمات اهو، المجموعة اللي قدامكم دي بتنطق زي this that these those mother father whether they. طبعا this هذا او هذه للاشاره للحاجه الايه القريبه، ذات هذا او هذه للاشاره للحاجه البعيده. these لما بنيجي نشير على حاجه جمع قريبه، وزوز لما نشير على حاجه جمع بس بعيده عننا. طبعا mother اللي هو الام، father الاب، whether الطقس، they هم. ويا ريت نحفظ الكلمات، يعني كل ما يكون معايا حصيل الكلمات كل ما ده يديني قوة في اللغة وفي الترجمة وفي كل حاجة في اللغة الإنجليزية. أما التي اتش هنا هتنطق ث، زي 3 3 توث سنة، ثم اللي هو صباع الإبهام، كلوس اللي هو القماش. ناخد برضو مجموعة كمان بينطق فيها التي اتش ث، زي كلمة باس، باث، thief، think، thin، thin يعني رفيع. طبعا كلمة باث هنا بمعنى حمام، thief يعني لص، think يعني يفكر أو يعتقد، thin يعني رفيع. throw اللي هي معناها يلمي أو يلقي حاجة أو يرمي حاجة. thunder اللي هي معناها رعد. بايثون يعني ملتوي، بايثون يعني ايه ملتوي. بيرث داي اللي هي عيد ميلاد. نيجي مع بعض تاني لبعض التراكيب المهمة جدا وهتساعدك كتير في النطق، اللي هي بنعمل طبعا زي ريفيجن كده عليها. السي اي اي والسي اي اي، السي اي او والسي اي اي، والتي اي اي والتي اي او والتي اي اي، دي بتنطق شين. زي كلمة سبيشال، ancient. special يعني خاص، ancient يعني قديما. delicious يعني لذيذ. Egyptian يعني مصري. patient يعني مريض أو صبور. station يعني محطة. ده كان موضوعنا النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. يا ريت لو استفدتم من الفيديو تعملوا سبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة في قواعد النطق وفي مناهج اللغة الإنجليزية لجميع المراحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.